الثمانينات موسيقى الهيب هوب عرفت تطور كبير تقنيا وفنيا. التطور ما جاش من فراغ، بل كانوا وراه بزاف ديال الناس اللي بدلوا قوانين اللعبه، بحال راكين مثلا اللي بسببه الراب غادي يتحول من دي غيم بازيك لقصائد معقده بدي ميتافور ودي بانش لاين ذكيه اللي كتخليك تفكر. في العوض ما يخلي القافيه حتى الاخر د الريمه، كان كيخشي كلمات بنفس القافيه وسط السطر، تكنيك اللي كتسمى بلي ريم انترن واللي تبناوها لي زامسي من مورا بحال ناز بيجي سمولز وجايزي. نفس البلان وقع مع ناز نيت اللي بسببه الراب غادي يولي سينماتيك في التسعينات، وامينيم في 2000 اللي ردو عالمي وجاب ليه بوبليك جديد. ما اليوم ما جيتش نهضر على الراب الامريكي بل الراب المغربي اللي في السنين الاخرى عرف تطور كبير وملحوظ تقنيا وحتى فنيا. وكيف ما الراب في امريكان هادشي ما جاش من العدم، بل كانوا وراه بعد روابا اللي بلا بيهم ما كناش غادي نشوفوا هاد التحول. التسعينات فرنسا كانت عندها سين مهمة ديال الراب اللي ديجا فارضة راسها في الساحة الفنية العالمية، بحال جروب ايام ام سي سولار وبزاف ديال لي رابور. اما حنا في المغرب ديك الساعة حتى شي واحد ما كان كيرابي، وقليل اللي كان كيسمع على الراب او اللي كيعرفوا شنو هو. اغلبية الناس كانوا كيسمعوا للشرقي والراي، الموسيقى اللي كانت حاكمة التشارتس في دول افريقيا الشمالية ومن فرنسا بلجيكا وهولندا، الدول اللي فيها نسبة كبيرة ديال المهاجرين المغاربة، وهما نيت اللي ساعدوا باش ثقافة الهيب هوب دخلت للبلاد. هما اللي كانوا كيجيبوا لي كاسيت، هما اللي كانوا كيجيبوا لي ماغازين وكل ما هو متعلق بالثقافة. عكس الاعتقاد السائد، الهيب هوب دخل المغرب عن طريق البريك دانس، اما الراب جا من بعد. اقبال ديال لي جون على هذا الموفمون كان كبير لدرجة غادي يبانوا دي بواط دو نوي اللي كي اورغانيزيو دي كومبيتيسيون ديال البريك دانس والسميرف بحال لاكاج في كازا. وهنا فين الهيب هوب كوميونيتي غتبدا تكبر، والدراري غيبداو يتعرفوا على كاع لي زيليمون من البريك دانس الجرافيتي وموسيقى الراب. فهاد ليبوك بطبيعه الحال كانوا الدراري اللي كيرابيو وكيفريستايليو في الزنقه. مي اول مره غادي نسمعوا الراب المغربي اوفيسيالمون كانت في عام 1996. واحد الجروب من سلا سميتو دوبل ا، واللي غادي يخرجوا اول البوم 100% راب بالدارجه، الحاجه اللي ما عمرها دارت من قبل. عينا عاوتاني الراب بالدارجه المغربيه اللي ما خرج لينا حتى عقلنا شفنا حد كان ساهل نديرو راب بالفرنسي ولا بالانجليزي ما سمعوهم بس وصلنا للاخر ديال الدنيا. دوبل ا ما كانوش ورا اول البوم بالدارجه فقط، بل كانوا اول روابا غادي يدوزوا في الراديو والتلفازه. اضواء المدينه ما لقاش شي نجاح كبير بمره، حيت لاكاليتي ديال الالبوم كانت ضعيفه فنيا، كلمات بدون دلاله وقيمه معرفيه، وحتى تكنيكمون كانوا ناقصين بزاف، كانوا بحال الا تقول غير كيعرضوا فوق البيت. هادشي صعب المهمه باش يتقبلهم البوبليك في المغرب، عكس داك الاعتقاد السائد انه الناس ما تقبلوش الهيب هوب او موسيقى الراب حيت اعتبروها ثقافه دخيله. بالعكس، المواطن او المستهلك المغربي عمره ما كان عنده مشكل مع الاختلاف والتعدد الثقافي، بحكم حنا واحد الدوله امازيغيه في الاصل اللي كتواجد في افريقيا ذات خلفيه عربيه واسلاميه. وهادشي اللي كيميز المغرب هو التنوع الثقافي ديالو. الا رجعنا غير قبل الاستقلال نلقاو باللي المغرب كان تحت تاثير الثقافه الشرقيه، والثقافه هنا كنعني بها الموسيقى والفن. فاش كنرجع نسمع لام كلثوم وعبد الحليم وفيروز كنزيد نفهم انه الذوق العام كان راقي شيئا ما. مي في السبعينات يعني مورا الاستقلال غادي يجيو الناس الغيوان وغادي يخرجوا المغربي من ظل داك التاثير الشرقي في الموسيقى، وغادي يعطيو واحد الهويه موسيقيه اللي خاصه به. هاد الجروب دار ثوره في الموسيقى الشمال افريقيه والعربيه عامه، وخلقوا واحد الموفمون، واحد الستيل اللي ولا ساوند تراك ديال جينيراسيون على قد. هادشي جبدتو غير باش نعرفوا السياق التاريخي اللي بانت فيه موسيقى الراب في المغرب، والتحدي اللي كان قدام دوبل ا ولي رابور ديال ديك الساعه هو انهم يصوبوا موسيقى اللي تقدر تخلي العامه ديك الساعه ينساو ناس الغيوان وموسيقى الراي ويبداو يسمعوا للراب. مي بطبيعه الحال ما قدروش يبدلوا الراي ديال العامه كيف ما داروا ناس الغيوان. اي باش نكونوا مفاهمين، ماشي غير دوبل ا بوحدهم اللي كانوا كيرابيو في التسعينات، بل بزاف ديال لي رابور من كازا بحال امين القيصر، القشله من طنجه، ودراري اخرين من مكناس وباقي المدن د البلاد كاملين كانوا في الاندر جراوند، حتى شي واحد ما مسوق ليهم وزيرو امكانيات. دراري بساط باسيوني بالثقافه كيمارسوها حبا فيها وصافي. مي في عام 2000 غادي يبان واحد الفيستيفال اللي غادي يعطي لهاد لي جون بلاتفورم، البولفار. وفي نفس العام لو سيت ديماغا، بجوج ديماغا والبولفار غادي يلعبوا دور كبير في التطور ديال الراب في البلاد، حيت غادي يعطيو فرصه لي رابور اندرغراوند باش يتسمع صوتهم. وهنا فين اكتشفنا عاود الليل، كا مهدي، اشكين، الفناير وبزاف. مي هنا غادي تبان واحد الموجه جديده في البلاد سميتها نايدا، اللي غادي اسوسيوها الميديا مع الهيب هوب، وغادي يزيدوا غير ياكدوا العامه
انه الراب موسيقى تافهه ما عندها حتى شي فالور اجوتي للفن، والتيكيتا ديال الموسيقى التافهه والموجه العابره بقات لاصقه على الهيب هوب لسنين في المغرب حتى 2006 فاش البي قاد يخرج مغاربه الليل. مغاربة الموت اليوم كتعتبر من لي كلاسيك ديال الموسيقى المغربية بصفة عامة، أما في الراب بالنسبة لبزاف هو أحسن ألبوم في التاريخ ديال هاد الموسيقى في البلاد. في أول مرة سمعنا نفس الدارجة اللي كنهضروا بها في الزنقة وحياتنا اليومية بلا زواق بلا والو، عاود فيه قصص من واقعنا المعاش، طرق فيه المواضيع اللي كتقيس الشباب والمغاربة كاملين بحال البطالة والفساد. يوسكم يلي مغاربة حرار وبركة من الخوف، هزوا يديكم معايا يلي في قلبكم ما كاينش الخوف، خاف من البوليس ونخاف من الجماعة ونخاف من اللي عنده الفلوس، خافوا من كل شي خافوا من الله. تستعمل فيه نفس الفوكابولير اللي كنا كنستعملوه في الزنقه والليسي ديك الساعه بلا ما يصطنع بلا والو. في الراب تخسر الهضره كنتي كتسمعوا غير في الاندرغراوند مع دي رابور بحال اوبسي راب وغاميدي، اما في المينستريم كان طابو وممنوع. ما تحلمش موسيقتك تدوز في الراديو وما تحلمش يعيطولك لشي فيستيفال عليها. كاع لي رابور اللي كانوا مينستريم ديك الساعه كانوا مادابطين مع هذا البلان بحال فناير، اشكين، كازا كرو الى اخره. مي البيغ بمغاربه الموت بدل هادشي كامل. الالبوم خلق جدل كبير وفتح نقاش مهم ديال حريه التعبير الفنان. تكنيكمون الالبوم كان سابق وقته، كاين فيه دي كادونس ودي غوفران اللي مازال ما سمعتش بحالهم في الراب المغربي ميم مور 20 عام. في الصوص منو يكسير يصوب اللي السم صورنا في كازا عمرك ما تسيزي بحالو مع مصطفى كاليبس السكس نسيري فرسك حل الراس اليوم مع البيت كلشي مكسيري مالو قال اللي هرب من بلادو لعب والعيب عيب علينا عبرنا عليه العين عمرات على الحاجب خليني هنا تلموت ولعب لك قدك من البلوك خرجنا طاش بيتو ديالي علاجو. موسيقيا الالبوم كان قريب لداكشي اللي كنسمعوا في ميريكان في ديك ليبوك، نفس لي فلو ونفس لي تكنيك في السامبلين ميم على ود لي بيتس دار المغرب كامل وجمع احسن لي برودكتور ديال ديك الساعه. كنهضر على دي جي فان، دي جي كي، نورس الى اخره. الانفلونس ديال كاني ويست كانت واضحه في هذا البروجي، كتحس باللي فاش البيك كان خدام على مغاربه الموت الريفيرونس كان هو ذا كوليدج دروب اوت. من اللي خلى الالبوم بيرفكت هي الكواليتي اللي عمرنا سمعنا بحالها في المغرب ديك الساعه، ابار يمكن اشكين اللي كانوا سانيين ديجا وكان عندهم لاكسيل دي ستوديو بروفيسيونيل، اما من غيرهم الكاليتي سونور كانت مكرفسه. الى عقلتو في ديك الساعه روابا اللي كانوا معروفين هما عود الليل، بيرانا لابو، مسلم والعربي، الكاليتي ديالهم كانت محشره بكل رجوله لدرجه ما كتقدرش حتى تفرز شنو كيقولوا. الراب المغربي قبل البيغ ماشي هو نفسه من بعده، كان عنده دور كبير في تغيير ديك الصوره النمطيه ديال الرابور في عين البوبليك، كبر حدود الرقابه في الموسيقى والفن اون جينيرال، حتى البلو برينت والمخطط الاساسي ديال مهنه الراب في البلاد. واخا لقى دعم كبير من عند الدوله، ما هذا ما كيعنيش انه ليكزامبل ديالو ماشي مرجع في الموسيقى، بالعكس اي رابور ولا اي موسيقي في البلاد باغي يبقى انديبوندون ويدير كارير ناجحه يقدر ياخذو كانسبيراسيون. مورا مغاربة الموت الراب في المغرب يعرف نهضة كبيرة، ايبانو روابا بزاف بدي ستيل مختلفين من كاع المدن ديال المملكه بحال موبي ديك، المورفين اللي كانت سميتو ام سي ديك الساعه، ماغما، ميم مسلم كان طلع النيفو وخرج دي بروجي كلاسيك. مي اغلبيه بقاو غير في الاندرغراوند، اما في المينستريم نفس الاسماء البيغ، اشكين والفناير، غير هما اللي كتشوفهم في الاشارات وغير هما اللي كيعيطوا لهم في لي فيستيفال. المونوبول ديال بصح. انا شخصيا ديك الساعه كنت كنسمع الكاني واست لي لوين وما كنت كاع كنسمع الراب المغربي من غير البيك بطبيعه الحال اللي كان حاط بيدو كحل الالبوم الاسطوري. ومسلم كان ديك الساعه حط تمرد اللي بالنسبه لي من احسن لي زالبوم في التاريخ ديال الراب المغربي وماستر كلاس في ستوري تيلينغ. ابار هاد الجوج بصراحه ما كنتش كنسمع لحتى شي واحد، الاخرين كانوا كيجيوني مملين وفي غالب الاحيان ماشي بروفيسيونيل. شنو كنعني بماشي بروفيسيونيل؟ اول حاجه لا كاليتي، ثاني حاجه ستركتور ديال التراكات. كمثال ماغما اللي كان كيكتب مزيان مي في تراكاتو ما كاين لا روفران لا بريدج لا والو، حاجه اللي كتجيب الملل. وان بليس حتى موسيقيا روابا كانوا معكازه. في
في العوض ما يخدموا دي بيت ديالهم كانوا كيلعبوا على دي انسترو فاس بحال موبي ديك اللي كان عنده لي مويان في ديك ليبوك ما كانش كيبدع في هذا الكوتي وكيقصر ديما فوق لي بيت ديال باستر رايمز ميثود مان الى اخره. وكاين تو سامبلومون اللي تكنيكمون ناقص بحال المورفين اللي كان كيركز غير على الكتابه فقط. ميم كاع كفس خونا ما كانش كاع كيقدر يتبع البيت وكيديكالي. دونك كنت كندور ونرجع للبيغو مسلم. هذا البلان يدوم لسنين حتى 2014 فاش دروس غادي يحط كازافونيا واللي كان بحال شي زلزال دو جامي فيو في المغرب. فانتازي ديزي دروس بيبي عزي عنده ستيل وعايش بيه كازافونيا ديالنا لا من ناحيه ديال الموسيقى لا من ناحيه الفيجوالز لا من ناحيه التكنيك ولا لي بارول. لا بالانس ما بين هاد لي زيليمون كاملين كانت بارفيت. اهم حاجه كازافونيا دروج جاب الحلقه اللي كانت مفقوده في الراب المغربي، الصوت والكاريزم ديال الراب. من الشوفه الاولى او لا من السمعه الاولى كتعرف باللي خونا مخلوق باش يدير هادشي. قبل من الدروس كانوا دراري ناضين تكنيكمون بحال ماستا فلو مثلا، مي في نفس الوقت ليريكالمون كان ضعيف. نفس البلان مع لي ليريسيست اللي كانوا موجودين ديك الساعه مي تكنيكمون كانوا مقتولين بحال لي زيكزامبل اللي ذكرت قبيل. مي الدروس وفق بين هادشي كامل بطريقه اللي ما عمرنا سمعناها من قبل. يا باغي البيبالة قد عليها راك عارف فين تلقاني نلقى اللي بغاش يلعبها يجي يديها بين المدون 43 طاج الاول جي ضارب سيناري غينعتولك بلا ما تسول. واخا كتابته كانت سطحيه مي مره كيلوح لك بانش لاين وكيغطي داك النقص بصوته والفلو ديالو اللي كتخليك كتستمتع اي حاجه خرجت من فم. دروس بكازافونيا جاب ساوند جديد للراب المغربي واللي ما كانش قبل. الويست كوست ما راباش فوق بيد ايس كيوب ولا دريكي كيديروا الاخرين، بل قصر فوق بيد ديالو اوريجينال كلين. مي السبب علاش تراك ولا هيت هو الكليب اللي كان ليجندري. غير باش نكونوا فاهمين قبل كازافونيا الراب المغربي كامل ما كانوش فيه حتى 10 د الكليب مي بديك الكاليتي. غير واحد اللي يقدر يتنافس معاه واللي خرج في نفس العام ما بغيتش ديال البيك. مورا ما على الدروس البرا ديال لي كليب كازافونيا يحط لا ميكس تيب ديالو عزي عنده ستيلو تراك بتراك واللي كانوا كاملين كلاسيك. حد ما عارف كي درنا تا وصلنا هنا بلي وسخاتنا والزنقه وراتنا السخت المقاتله والشحط كحال الراس. مال هادو مالهم جايبين لينا الزبل ملهيه ماشي ديالهم. تا حد ما عارف شحال غرقنا في هاد الزبل وشحال سمعنا الهضره هاللي خرج وهاللي دخل. كازا نيغرا وراتنا الفاصل كحل شحال من واحد ضحك لينا في عينينا خفتناه. فهاد لا بيريود اي واحد كان كيدير معاه فيتورين كان كيشتتو. ميم اي فري ستايل انفيتاو فيه كان هو اللي كيسرق الاضواء. لامباكت ديال الدروس على الراب المغربي في هاد ليبوك كان نفسه ديال 50 سنت في ميريكان في 2003 2011 12 و13 كان في الواجهه ديال الراب وروابا الاخرين كانوا كيبانوا صغار قدام. ميم اكثر من ذلك انسبيرا بزاف ديال الدراري باش يبداو يرابيو وانسبيرا حتى لا جينيراسيون اللي بانتو راه بحال شايفين وحليو. على ذكر حليوه اللي بوحدو كان مسؤول على جزء كبير في التطور ديال الراب في البلاد، داكشي اللي ما قدرش يديروا البيغو مسلم في 20 عام حليوه داروا في 5 سنين. بسببو عرفنا لانكونو حاري وبزاف ديال الدراري. مي اهم عنصر اللي عرفناه بسبب حليوه هو طوطو اللي حنا كاملين عارفين انه حاليا واحد من اكبر الفنانه في شمال افريقيا ومام الشرق الاوسط، وبلا حليوه ما عمرنا كنا غادي نسمعوا به. موسيقيا الراب المغربي قبل حليوه ماشي هو نفسه مورا ما بان، قدر يبدل الاتجاه ديال الجيم بروجي واحد واللي كانت سميتو ولد فاطمه. كبرت كولاد درب عقليه ديال مارسي كاين فيها فاتي مساشه صندال ريبوك ها تسمهم شي روح نكبوك دربت كنت تفرع بروح كيدفنوك عارفي وصداق ديال الشوك ماشي ذكريات خلاو قلبي كنفوت. عشراني في الحومه كيغسلهم الملاع لا في الصور كاش عندهم المدرسه روضه بلاد العنصريه كنضد زاديت بيات انا داكشي عندي طفوله سوداء خاص في الخاتينه خاص نجروريه. هذا البروجي كان بمثابه اون ميكس تيب اللي ما تلاحتش كامله في دقه واحده بل كان كيحط كل مره تراك على مدار 5 سنين. التيم ديال هاد لا ميكس تيب كان دارك هورر كور و ان يور فيس بيقدر يترجم الفيلينغ ديال مدينه الدار البيضاء. موسيقى مسخه اغريسيف وفي نفس الوقت كول. ليبوك فاش بان حليوه ديزي دروس وشايفين كانوا في الواجهه ديال الراب المغربي ومعاهم بدا كيتكوميرسياليزا. مي هو رجع الكتابه ولي بارول كول عاوتاني ومعاه الليريسيزم ولا مين ستريم. هادشي اللي حل الباب لرواب بزاف بحال المورفين بوز فلو اللي كانوا غيبقاو اندر جراوند لو كان محليوه طلع الكتابه في الطوندونس.
ببابا في الليل مشاي نعس حدا امي سمعت صداع وانا ملتق باطليت ناري ناري ما نعاودش ليكم شنو شفت با كان كاين وانا رجع البيت او تبان حطيت في طريقي جلوف بنان عدي مشان جابت ليا كلب سميتو الشحشمان نسيت باب قلبي مسدود كنت سايق طوبيس اللي خرج في الخدامه فاش كان دايره مع مسعود مجلقت الجهة الحمار. خلبي كان هو اول رابور في شمال افريقيا والشرق الاوسط اللي داز في MTV، واول رابور مغربي دار تورني مونديال. مي واخا هادشي كامل موسيقته بقات حتى المغرب، اما حليوه بوحدو قدر اكسبورتي الراب المغربي لاوروبا. كيف كذا كيف بارز كيف كذا كيف بارز كيف كذا كيف بارز. قبل منو روابا المغاربه كانوا كيسنيو مع لي لابيل على برا، مي بسببو لي لابيل يبداو يجيو من على برا المغرب باش يسنيو مع روابا. دونك ساسوا كتعجبك موسيقته او لا ما تقدرش تنفي التاثير ديالو على الراب المغربي. بما اننا كنهضروا على ثقافه الهيب هوب فغادا تجي ناقصه نختزلوا الحلقه في روابا فقط، حيت كاين بزاف ديال الناس اللي عاونوا الموفمون في البلاد وما عمرهم هزوا مايكروفون ولا كتبوا حتى سطر. كنهضر على البروديوسرز، لي دي جي، فيلم ميكرز وبزاف ديال الجنود الخفاء اللي بالنسبه لي كان عندهم دور مهم في التطور ديال هذه الموسيقى في البلاد، وفي بعض الاحيان كان عندهم تاثير كبير ميم كبر من لي رابور، بحال خالد دواش اللي كيعرفوا البوبليك بدي جي كي. خالد دار يدو في اكبر لي بروجي نجاحا في تاريخ الراب المغربي بحال مغاربه الموت والبصمه، واللي كانوا راه دي سكراتش ودي بيت اللي اليوم ايكون. باغ لي بيت والموسيقى دي جي كي هو اللي دار الاخراج كاع لي كليب الاولين ديال الراب المغربي، واللي اليوم اغلبيه كلاسيك. كنهضروا على كازاكرو من زنقه لزنقه، اش كاين فمو هذاك سمعني ديال خنسه، ستيف راغامان، البيغ واش كاين، البيغ ما بغيتش، ديزيدروس، كازافونيا، ستيسيمو البنش، اش نايم شد فني وكثر من 40 كليب. خالد دواش بالنسبه لي من اكثر الناس تاثيرا في الراب المغربي، وواحد من لي بيليي ديال الهيب هوب في البلاد اللي خاص كلشي يعطيه الريسبي على ود داكشي اللي عطى له الثقافه. وبالنسبه لكم نتوما شكون اللي كان عنده تاثير كبير على الراب المغربي؟